في حياتك اليومية التي ربما تستخدم فيها مجموعة مذهلة من العناصر المختلفة دون التوقف للتفكير كثيرا، ولكن اتضح أن العديد منهم يمتلكون بالفعل استخدامات سرية لها تصميمات لم تكن تعرفها أبدا، من هاتفك إلى بطاقتك المصرفية. هل أنت على استعداد للكشف عن بعض من أفضل ما يتم الاحتفاظ به من أسرار في أشيائك اليومية؟ البطاطا المقلية. عندما تشعر بالجوع وتحتاج إلى لقمة سريعة لتناول الطعام، رونالد ماكدونالد القديم دائما هناك للمساعدة، ولكن في اليوم التالي، الوقت الذي تأخذ فيه البطاطا الخاصة بك، فأنت تلاحظ الغطاء القابل للانحناء بالقرب من أعلى الصندوق. بعض الناس ينحني الغطاء تجاه البطاطس المقلية لتغطيتها في ظن منه أنه سيبقيها دافئة، ولكن يمكنك أيضا قلب الغطاء هذا إلى الوراء واستخدامها كطبق تضع فيه بهاراتك المفضلة. تأكد من ثنيها بقوة كافية بحيث لا تقوم بإطلاق الصلصة في كل مكان. الخدعة المزعجة. إذا كنت متجها إلى المتجر للشراء، تجد الصوت يأمرك مرارا وتكرارا: يمكن الآن وضعها في حقيبتك. يزعجك أحيانا، بل حقا يزعجك. لم يكن لدي أي فكرة أنه يمكنك في الواقع إيقاف التشغيل. في المرة القادمة التي تتعرض فيها للاعتداء اللفظي، ألقي نظرة فاحصة على الشاشة هناك. غالبا ما يكون زر الصوت في الأسفل، التي إذا لمست يقوم بكتم الصوت الذي لا يطاق مرة واحدة وإلى الأبد. مطهر اليدين الجيل. أصبح معقم اليدين الجيل شائعا إلى حد كبير في كل أعمالنا الروتينية اليومية في الوقت الحاضر، ولكن هل حاولت استخدام الجيل على أي شيء آخر غير يديك؟ يمكن لهذا الجيل أن تستخدمه على شاشة الكمبيوتر كمنظف أو الموبايل، بالإضافة إلى مزيل البقع من ملابسك. مع وجود القليل من الدقيق سيخرج كل شيء على الفور، وذلك لأن الكحول الموجود في الجل يعمل كمزيل للدهون ويفتت الانسكابات الذهنية. وفي المرة القادمة إذا وجدت نفسك في جو حار ونسيت مزيل العرق، فقط امسح القليل من معقم اليدين على إبطك، لأن محتوى الكحول يقتل البكتيريا ويوقف النفح الشرير من مصدرها. أنا متأكد من أنك قد تحصل على بعض النظرات المضحكة، ولكن هذا أفضل من الرائحة المضحكة. يمكنك حتى وضع القليل منه على شعرك بضغطة صغيرة وفركة على شعرك. يعمل بشكل مشابه لشامبان الجاف، حيث يقوم بتنظيفه من أي دهون أخرى، كل ذلك بسبب تلك الكحول الموجودة فيه. هناك الكثير من الاستخدامات لهذا الجل. شبكة الميكروويف. أفران الميكروويف هي عنصر أساسي في المطبخ، لأنه قادر على طهي الطعام في أسرع وقت من الأفران التقليدية، مع التأكيد على مضاره التي أكدتها التجارب. هذا الميكروويف غير قواعد اللعبة عندما ظهر لأول مرة. ظهر الميكروويف في منتصف القرن العشرين، ولكن هل تساءلت يوما لماذا هذا الميكروويف يحتوي على شبكة سوداء مزعجة فوق الباب؟ لذلك لا يمكنك حتى حقا رؤية الطعام الذي تطبخه. حسنا، اتضح أنه إذا لم تكن الشبكة موجودة فستكون في موقف أسوأ بكثير. هذا لأن الشبكة تمنع في الواقع إشعاع الميكروويف الضار من التوجه إلى الباب مباشرة وتوليد الانفجار. لذلك الشبكة التي عادة ما تكون مصنوعة من الصلب عالقة على الباب، بحيث تحاول موجات الميكروويف الهروب مباشرة إلى الباب، لكنها تصطدم بالمعدن فترجع إلى الخلف لتضرب الطعام. الآن بالنظر للمخاطر المعروفة مثل وضع أشياء معدنية مثل الألمنيوم،
قد تتساءل لماذا لا تشتعل أجهزة الميكروويف إذا كانت بالفعل تحتوي على الكثير من المعادن؟ الجواب: لأنها مصممة بطريقة ليس لها أطراف حادة أو رفيعة الحواف، لأن هذه الأشياء التي تجعل المعدن ينبعث منه أقواس كهربائية، والظواهر الكهربائية الأخرى التي يحتمل أن تسبب حريق في الثقوب الموجودة على شبكة صغيرة بما يكفي، بحيث لا تستطيع معظم أجهزة الميكروويف اختراقها، بينما لا تزال تسمح لك بإلقاء نظرة خاطفة على طعامك. على الرغم من أن النظر للشبكة ليس نافعا، إلا أنه لا يزال من الأفضل عدم دفع وجهك إلى الزجاج للنظر إلى طعامك. ولا يوجد شيء يفسد يومك تماما مثل طهي مقلة عينك عن طريق الخطأ. خدعة الفوطة. لقد كنا نخرج مسرعين بعد الاستحمام، نخرج من الحمام إلى غرفة النوم ونحن نحمل المنشفة عشوائيا حول مناطقنا السفلى التي بالكاد تحافظ على كل شيء مغطى. آخر شيء تريده هو كل شيء فيسقط ويتركك مكشوف بشكل محرج. حسنا، بمساعدة تقنية طي خاصة لن يكون هناك خطر عليك مرة أخرى. بمجرد خروجك من الحمام ببساطة لف المنشفة حول خصرك مثل هذا، ثم أمسك بالجزء العلوي وقم بطيه على طول حزام. هذا سيثبت المنشفة في مكانها ويوقفها عن السقوط على الفور. كرر إجراء الطي هذا مرة أخرى لتأمينها، وأنت لديك فوطة ملفوفة بإحكام لن تخونك مرة أخرى، فقط لا تزعم وتذهب بها للعمل. عشاق الموز. إذا كنت مثلي في كل مرة تشتري موزا وينتهي به المطاف فيفسد ويصبح لونه بنيا ويذهب كل شيء للزبالة، حل المشكلة هو لف واستيقان ببلاستيك الأطعمة، لأن غاز الإيثيلين هو السبب الرئيسي الذي يحول الموز إلى اللون البني ويتم إطلاقه من السيقان. عندما ينتقل الغاز من السيقان إلى الفاكهة عبر الهواء فهذا يؤدي إلى نضجها بشكل أسرع، وعن طريق منعه من ذلك بواسطة بلاستيك الأطعمة فإن تباطأت العملية ستحتاج إلى فصل الموز عن المجموعة قبل تغليفها، لذلك يتطلب الأمر قليل من الجهد، لكن هذا ثمن ضئيل يجب دفعه للاستمتاع بفاكهة طازجة لفترة أطول. الفئران. سواء كنت بحارا أم لا، يمكن أن يفهم أن الفئران هي واحدة من آخر الأشياء التي تريدها على قاربك. إنهم يفسدون مخزون الطعام ويحملون الأمراض، ويمكنها حتى مضغ الكابلات الكهربائية. الحل هو هذه الأقراص المستديرة الكبيرة، وليست لرمي القوارض فقط بل لقتلها أحيانا، لأن الطريقة الرئيسية التي تصل فيها الفئران إلى القوارب هي الانطلاق عبر خطوط الكابلات أو الحبال أثناء رسوبها. عبر انزلاقها في الماء يتم إيقاف هذه الآفات قبل أن تصل للقارب. فحتى لو حاولوا المرور فوق الأقراص الدائرية فإن تصميم الأقراص يجعلهم يدورون بعنف وبقوة ويرمون في الماء ويموتون. فإذا لم يقم حارس السفينة بتثبيت الأقراص بعد الإرسال فإن هذه القوارب سيكونون على قاربك وستخسر الكثير. راحتك ومخزونك وحبالك الكهربائية. جهز تفكيرك وقبل رسو قاربك تحقق وتأكد من وضع الأقراص أولا. كان هذا فقط بعض الأشياء الزائدة التي نستعملها يوميا، فكرت أن أشارككم فيها. هل تعرف شيئا لا يعرفه أحد غيرك حول شيء نستخدمه كل يوم؟ اسمحوا لي أن أعرف ذلك في التعليقات أدناه. شكرا على المشاهدة. ألقاكم في فيديو آخر بحول الله وقوته.